سنة 2001 نزل ألبوم أنا أكتر واحد بيحبك، والحقيقة إن الألبوم ده ليه معايا أنا ذكريات شخصية أصلا، لأن أنا كنت ساعتها كنت لسه صغير قوي، وكنت بحب بنت الجيران تقريبا يعني. وكان أغنية بعد الليالي دي كانت عاملة ضجة جامدة جدا بقى، فأنا كنت بسمع الأغنية دي وكنت بحس إن هي دي الأغنية اللي أنا عايز أسمعها لها وكده. وكان في نفس الفترة كان ألبوم حبيب حياتي بتاع مصطفى قمر، فالاغنيتين دول فضلوا معايا فتره كده من الزمن يعني. البوم انا اكتر واحد بيحبك ده من اهم الالبومات في تاريخ عمرو دياب. برضو الالبوم ده خد ميوزك اوورد، لانه حتى الالبوم ده كان اول مره يبقى فيه شرقي مع تكنو. كان لسه اصلا التكنو نفسه كان جديد، فان حد يعمل مزيكا شرقي قوي مع مزيكا تكنو في اغنيه حبيبي وعلى باله تحديدا يعني. كان هي اولها شرقي، بعدين بيبقى فيه سولو كمانجا كده، بعدين الاغنيه بتقلب تكنو. حتى كان الرقصات اللي موجوده في الكليب اللي كان عاملها شريف صبري، هنتكلم عنه كمان شويه لان هو ده اللي اكتشف روبي اصلا. الرقصات اللي عملها شريف صبري هو عمل شويه شرقي بعدين شويه غربي، فبحيث ان الموضوع يبقى فيوجن ما بين الشرقي والغربي. سنة 2001 برضو نزل ألبوم صورة ودمعة بتاع محمد محي، اللي كان فيه أغنية ليه بيفكروني، وده كان بداية بقى معرفة الناس بمحمد محي بشكل حقيقي، بشكل يعني بقى شخصي كده. إن هو شخص على طول زعلان وعلى طول متأثر وعلى طول بيعيط عشان حبيبته سابته. كان عامل كليب لابس فيه سلوبيتا كده وبيعيط وبيقعد يولول في الكليب، يا ويلي 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 يابا وبتاع. يا ويلي يابا من عذابه يا ويلي. فالكليب اصلا عمل ضجه كبيره قوي، ودي كانت بدايه فتره نصر محروس في الكليبات في الانتاج يعني. كان بدايه وجوده بشكل كبير قوي. كان عامل البوم صوره ودمعه ده، وبالمناسبه الالبوم ده كان فيه اغنيه بحبك اللي غناها محمد محي مع شيرين، ودي كانت اول مره اصلا الناس تسمع شيرين يعني. دي كانت اول اغنيه لشيرين هي اللي كانت مع محمد محي في الالبوم ده. من الالبومات المهمه قوي برضو في سنه 2001 كان البوم قلب مساكن شعبيه بتاع محمد منير، وده كان من اهم برضو الحاجات اللي عملها في الوقت ده، لان كانت بدايه خلاص معرفه الناس بمنير بقى يعني. السنه اللي قبليها عمل قلب مساكن شعبيه، السنه اللي بعديها قصدي عمل في عشق البنات، بعديها الالبوم ده عمل قلب مساكن شعبيه، فالناس ابتدت تركز قوي بقى مع محمد منير. وبالمناسبه اغنيه قلب مساكن شعبيه دي هي مش الكلمات بتاعته، بتاعت الاغنيه مش بتاعته يعني، مش بتاعت منير، مش اغنيه يعني اوريجينال. هي اصلا شعر سوداني، قصيدة اسمها بطاقة شخصية، شعر سياسي أصلا يعني ملوش أي علاقة بالموضوع. فمنير أو اللي شغالين في الألبوم مع منير يعني قعدوا يحنتفوا في الأغنية كده، طلعوا منها شوية كلام خلوها قلب مساكن شعبية، ونزلت باسم الألبوم يعني. ومن أهم الحاجات اللي حصلت في سنة 2001 إن راغب علامة حلق شنبه. دي كانت حاجة مهمة أوي ساعتها، لأن هو فضل طول فترة التسعينات بشنب كده. ففي سنة 2001 عمل ألبوم كان اسمه سهروني الليل، وكان فيه كليب كده بيصالح حبيبته. فالكليب طالع فيه بيصالح حبيبته ان هو جايب لها شريط فيديو طالع فيه شخصيات كرتونيه، والشخصيات الكرتونيه دي هي اللي كانت بتصالح حبيبته بقى. فالموضوع كان كرييتيف قوي. وكان حاجه جديده برضه على الناس انها تشوف راغب علامه من غير شنب يعني، دي حاجه كانت مهمه ساعتها يعني. البوم بهاء سلطان 3 دقايق. الالبوم ده انا بعتبره من اهم الحاجات اللي عملها بهاء سلطان، ومن اجمل الالبومات اللي عملها يعني. كان فيه مزيكا حلوه قوي، كان فيه كلمات حلوه قوي، كان فيه كلمات لبهاء الدين محمد وايمن بهجت قمر، وكان فيه ناس مهمه قوي اشتغلت في الالبوم. والحقيقه ان بهاء سلطان اصلا كان ابتدى يعمل اغاني سنه 99 يعني. بدايه بهاء سلطان ما كانش في سنه 2000 او ما كانتش في الالفينات، كانت البوم يا ترى، او هو كان اسمه ياللي ماشي بس الناس سميته يا ترى يعني. كانت سنه 99، وده كان تاني البوم ليه سنه 2001. عمل بقى ألبوم 3 دقايق ده، والناس ابتدت تعرف بهاء سلطان بقى بشكل أقوى، وابتدت تديله حقه بقى. ابتدت تعرف إن في صوت زي صوت بهاء سلطان، وابتدت تعرف إن في حد داخل في المجال الطرب أو في المزيكا الطربي زي بهاء سلطان. فكان من أهم الألبومات اللي نزلت في سنة 2001 يعني.